السلام كبيدات ديالي كي دايرين لاباس عليكم اموركم على خير. نتمنى الحباب كاملين تكونوا على خير وبخير يا ربي. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا هنايا كندوزها على الغبره. راكم عارفين كاينه الفوزيه مسكينه اللي كتساعدني دائما، كتبقى الدار نقيه وخاصه كنستعملوه هذا. يعني الحمد لله على واحد الحاجه اللي بغيت نشاركها معكم واللي هي زوينه بزاف. بالنسبه لاول حاجه بعدا هما الطلامط اللي كيسولوني عليهم الحباب. عزيزه قولي لنا النوع ديال المبره الحباب العاديه رقيقه وفيها واحد الرشمه منها فيها وهي بريون. لا لاحظتوها؟ ها هي بريون. بالنسبه للمخدات كنت بوستيت لكم واحد التصويرات في الانستغرام وبزاف اللي شافوا هاد المخدات قالوا لي يا عزيزه شكون اللي صاوبهم لك، شكون الخياط صوبتهم ليا ودادهم. غنخلي لكم لاباج ديالها، عندها اشكال وانواع. يعني ما شاء الله السيده كتخدم بمعقول. انا ماشي زعما اشهار ولا شي حاجه، وانما سلعتها كتكلم عليها. خدمت بالمخدات ديالها، جاو عندي ضياف كاينين فيهم وليدات صغار وهذا ولعبوا بهم والحمد لله. يعني ما طرات فيهم حتى شي حاجه وحده هما في الصابون ديالهم. ما خصهمش يتصبنوا في ماكينه ديال الصابون، يعني تصبنيهم هكا بيديك الا توسخوا. وحاجه اخرى الحباب اللي بغيت ننصحكم بها هو بالنسبه للناس اللي عاده كتفرج، الله يسهل عليكم كاملين، واللي في امنيتها شي حاجه الله يحققها ليها. بزاف ديال الحويجات كيشوفوهم عندي الحباب كتقول لي عزه يا ربي تكون عندي فحال انا. نتمنى لك يا ربي تكون عندك حسن منا وحسن من داري وحسن من مواعني وحسن من كل شيء. والله الا دعوه من القلب كنقولها لكل وحده كتفرج فيا ولكل مسلمه، الله يبلغك داكشي اللي كتمناه. بالنسبه للمخاد يعني كبار عمليين بزاف. يعني في التخمال ديال الصالون ديالك انا تنقول لكم دابا عن تجربه ملي كنخدم بالحاجه. بالنسبه للطويبلات حتى هما ما كاين ما احسن من هادو اللي دايرين، وما كاين ما احسن من هاد البي في سي، راه احسن من الزاج. صيفطو فاش كنت شاركت معكم فاش جا عندي النجار وكان حط ليا الخشب، وفاش شاركت معكم الفكره ديال البي في سي قالوا لي عزه الزاج حسن. كاينين بعض الناس ولكن الاغلبيه عجباتهم هذه الفكره ديال البي في سي. راه موجود الحباب في الاسواق وكنشوفوه عملي هكا على حساب وليداتك، ما تخافيش عليهم. هكا الوليدات اللي كانوا كيدوروا عندك في السيلو في الدار، راكم عارفين الوليدات الصغار ما كنشوفوهمش حتى كيديروا الزبله. يعني ما كاين ما احسن من هذا. كتجيبي واحد الطورشون كتمسحي داك الستيلو ولا ماركور ولا اللي كان، ما كتبقى حتى شي حاجه تماما. كنشوفوا عملي حتى بروتيكسيون هكا العود ديالك كيبقى زوين في نفس الوقت كيعطي واحد اللمعه احسن من العود. راه كيف ما كتشوفوا راه فاش حيت البي في سي لا علاقه اللمعه مع الخشب اللي عندي. صراحه كنشوفوه عملي فوق القياس ونصحكم به. والحباب اللي قالوا لي عزه شاركي معنا الطريقه اللي كنتي صوبتي بها، ان شاء الله غنشاركها معكم في لي طابل شوفي، وغنشارك معكم غنطراسي معكم حتى هنايا في حيت دابا صافي عندي اصلا مصوبين لي طابل. ان شاء الله غادي نشاركوا معكم في طابل شوفي ونوريكم كيفاش طراسيتو هنايا في هذا في الصالون. اما بالنسبه للحباب اللي ان شاء الله باغيين يصوبوا الصالونات ديالهم غنقول لكم ثاني حاجه اخرى، وهي هاد لي سوندريي ما كاين ما احسن منهم. وهذا الشكل هذا اللي كنهضر عليه علاش الحباب بالنسبه للناس اللي عندهم هكا ضيق في الصالون، يعني الله يوسع على كل مسلم يا ربي ما عندوش كيفاش يدير هاد لي سوندريي. هادو عمليين فوق القياس، يعني كيتخشاو تحت الطابله ما كيبقاوش شادين لك ليسباس تماما، حتى الشكل ديالهم كيجي زوين. ومن غير الشكل حنا بعض المرات العيالات يعني كنشوفوا غير الشكل، ما كنشوفوش يعني الدوام، يعني ما كنشوفوش اننا نضيعوا صحتنا. وهذا بحال انا الشكل الاولاني اللي كان عندي فيه الزاج صعيب بزاف، انا كان عاجبني غير الشكل، ولكن ملي درتو يعني تعذبت بزاف. هكا الماكله كتدخل ليا بين الزاج والطابله ثاني هزي الزاجه وهذا، وصعيب باش تهزي ديك الزاجه. راكم عارفين كاين ما احسن من هذا الشكل سامبل، ما غتضيعي زعما لا وقتك لا جهدك لا صحتك لا حتى شي حاجه. فيما يخص البابي بان اللي الحباب كيسحبوا صباغه اللي عاد التحقوا بالقناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. هذاك بابي بان ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش صوبته معكم. ومن الافكار اللي فايت ليا شاركتها معكم هما هاد السويرتات ديال الضو بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا يغيروا المنظر ديال السويرتات ديالهم، يا في لارجونتي يا في الدوري، هذاك غير اديزيف. يعني كنت شاركتها معكم ان شاء الله تا هو غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف باش تدخلوا وتشوفوا. يعني هكا نغيروا بحويجات اللي بساط نغيروا في الدار ديالنا. راكم عارفين المحتوى ديالي كل ما هو بسيط هو اللي كنشاركوا معكم وكنزينوا الديور ديالنا بحويجات اللي كيكونوا اقتصاديين وفي نفس الوقت يعطيونا واحد الشكل اخر وحياه اخرى للدويره ديالنا.
ديالنا. دابا غادي ندوزو الفكره ديالنا ديال اليوم اولا لاستيوس ديالنا ديال اليوم بالنسبه للحباب اللي كيعانيو من الكالكير هكا في الدوش ديالهم. غادي تحتاجي حبيبتي غير ليكيد اللي كتغسلي به المعينات ديالك، وغتاخدي ليا ملمع ديال الاواني ديال لافيسيل. بالنسبه لذاك الملمع اللي شفتوه في الفيديو صراحه صدق ليا واعر، هذاك المنتوج لقيته في اسواق السلام ديال تركيا، رخيص وملمع خطير الاواني، لا علاقه مع الملمع اللي كنت كنستعملو نيت ديال كازينو، هذا خطير جدا. غادي تاخدي مع شويه ديال الماء وغادي تبداي تحكي في الدوش ديالك يعني بطريقه ديالنا العاديه. حكي حبيبتي وما غيتبقاش عندك ولا نقطه ديال الكالكير. هذا لا بالنسبه لهكا الزاج ولا بالنسبه للمرايات اللي كيتكون فيهم الكالكير، راكم عارفين الكالكير كيتكون بالبخار اللي كيكون يعني في الحمام، ولا بالنسبه حتى للرشاشات ديال الدوش ما كيبقاش تماما. حتى بالنسبه للناس اللي عندهم بحال هكا يعني هكا الزاج كيكون فيه داك الالومنيوم اولا داك الانوكس، يعني الانوكس راكم عارفين مع الماء كيكونوا فيه واخا انوكس كيصدي، ولكن الميزه الحاجه اللي كتميز الحاجه اللي كتميز لينوكس يعني واخا كيصدي ملي كديري ليه واحد شويه ديال الزيكس ما كيبقاش تماما واطلاقا داك يعني ماشي صافي الصدى كيحفر ولا شي حاجه، لا كيكون غير سطحي، يعني يمكن لك دوزي عليه غير هكا واحد شويه ديال الزيكس ما كيبقاش تماما. ومن المشاكل اللي كيكونوا فيهم الرشاشات ديالنا ديال الدوش اللي ما كيبقاوش يدوزوا لنا الماء مزيان هو هذا الكالكير اللي كيتكون فيهم. ها هو شفتوه بيض، وهذا الكالكير هو اللي كيسد لينا دوك العيون ديال الرشاشه، ما كيبقاش الماء كيدوزو لينا يعني مزيان. نتمنى تكونوا كتشوفوا الكالكير، يعني انا كنشير ليه بالاصبع ديالي راه هو اللي في البيض. شيء عادي يعني مره ديروا هذه القضيه للرشاشات ديالكم. نتوما غتلاحظوا من الرشاشه كتصحابوها خسرات ولا داك كتكون عامره غير بالكالكير، ولا بد دوزي بحال هكا واحد التدويزه ما كيبقاش تماما داك الكالكير، وغادي تشوفي نيت حتى الماء كيولي يدوز عادي. انا غير ما طاحتش عليا انني نحل لكم الرشاشه قبل وتشوفوا الماء يعني كان مخنوق ما كيدوش مزيان، ومن بعد ما غسلتها يعني ولا كيدوز عادي. انا درتها حتى النتيجه حتى الاخر، عاد حليت الماء وغادي تشوفوا النتيجه في الاخر. يعني جربوها نتوما في البيوت ديالكم وغادي تشوفوا قبل وبعد. صراحه هذا الملمع خطير جدا ديال لافيسيل هذا، واخا ما تكونش عندك حبيبتي خديه. صراحه الثمن ديالو ما غاليش بزاف، راه شاركته معكم في الاول غتكونوا شفتوا السميه. اما بالنسبه لهادو اللي تيكونوا يعني كيف ما قلت لكم قبل هما ماشي الومنيوم انما انوكس، ولكن داك لينوكس اللي كيكون كيدير الصدى مع الماء عادي، ولكن داك الصدى كيكون سطحي يعني كدوزوا عليه بحال هكا تدويزه كيرجع كيلمع. حيت انا كانت عندي هذه كوليس وتهرسات ليا الزجاجه، عاد باغا نصاوبها ان شاء الله بحول الله. ولكن ما كتشوفوها نتوما كندوز بنفس الطريقه، كنحاول هذوك العيون ندوز عليهم وحده واخا كياخذوا شويه الوقت، وانما ملي كيحيد الكالكير كتهناي من انتم شوفوا لا لاحظتوا ها هما واحد الدويورات غادي يبانوا لكم في البيض. نتمنى تكونوا كتشوفوهم حيت هنا كان التصوير شويه معنكش مع هذا ما مساعدنيش، يعني الاسباس ما مساعدنيش باش نصور لكم مزيان. انتم شوفوا واحد اللمعه خطيره جدا، يعني كيولي فحال جديد. يعني غير خدي يا حبيبتي واحد شويه ديال الزيكس وهاد المنظفات اللي شاركتهم معكم اليوم، وشوفي لي الدوش كيفاش غادي غيولي كيشقشق. هذه كوني اكيده منها 100%. هانتوما شوفوا حتى هذه حتى هي دوزت عليها تدويزه هكا. هذه مره كنساوها سبحان الله، هي كتغسل كلشي كتغسل الحمام كامل وهي كنساوها. هانتوما كيفاش غادي تولي حتى هي ملي غادا نشللها كيكتي وكيوليتي صراحه زوين. هاد المنظفات هادو اللي شاركتهم معكم بصفه عامه غتشكروني عليهم. غير ديروهم الكالكير اللي عندكم في الدوش وغادي تخليو ليا في التعاليق اكيد الردود ديالكم. جاوني بزاف ديال الاسئله في الكوزينه، ان شاء الله غادي نطرق ليها في الفيديو الجاي. المساحيق اللي كنغسل بهم، المنظفات اللي كنغسل بهم، الملمعات اللي كنلمع بهم، ان شاء الله هادشي كامل غندير لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله الا كتاب. وبقينا حيين كيف ما كتشوفوا هانتوما الماء كيفاش كيدوز بكل سهوله. دابا غندوزو الحباب المشتريات اللي كنت قلت لكم عليهم في الفيديو اللي قبل. هاد المشتريات راه كنت وريتهم لكم بعض منهم، وريتهم في هذا في الانستغرام. يعني كنت شاركت معكم واحد ستوري حيت شفتها هميزه زوينه قلت نشاركها مع الحباب سيرتو حنا مقبلين على الدخول المدرسي. هاد البلانت هذه راكم شفتوها في الفيديو اللي قبل من هذا فاش كنت درنا تنظيف الكوزينه. راه كنت وريتها لكم. الثمن ديالها كيدير واش 65 درهم ولا 69 درهم، مهم في ايكيا. بالنسبه لهاد لي صاك هادو
كيف ما قلت لكم حنا مقبلين على الدخول المدرسي، صراحه عمليين والثمن ديالهم جد مناسب على الاثمنه اللي كنلقاوهم في هذا في المهم في لي غروند سيرفاس. راكم عارفين مع الدخول المدرسي كيكونوا شويه طالعين في الثمن. اللي عجبني فيهم هو انهم كبار، يمكن لك تحطي هنا قريعه ديال الماء ديال الوليدات او لا تيرموس او على حسب داكشي اللي كتصيفطي معاهم. وهنايا الداخل ديالهم اري ما تحطي فيه، يعني اللانش بوكس ديالهم تحطي المسائل ديالهم هكا لي فخوي، يعني على حسب داكشي اللي كتصيفطي معاهم. كيف ما قلت لكم كبار من الداخل، والثمن ديالهم هو اللي كان جد صادم اللي هو 79 درهم. وراه شاركت معكم ديك الساعه باش هكا تمشيو تستافدوا حتى نتوما. اما بالنسبه لي لانش بوكس هادو دايرين ب 59 درهم. وبزاف الحباب فاش كنت شاركت معاهم في ستوري لانش بوكس مع الصاك كيسحبوهم بجوج مع بعضياتهم. لا راه قلت لكم الصاك 79 درهم، غير لانش بوكس ما كنتش عارفه الثمن ديالها. هنا في كان وقع واحد الخلط، وبزاف الحباب اللي حاولت انني نتواصل معاهم يعني نوضح ليهم، وكاين الحباب اللي ما قدرش انني نتواصل معاهم تبارك الله اللهم بارك يكونوا الميساجات بزاف، ما نقدرش نجاوب على كل شيء. كنحاول انني نجاوب في الفيديوهات ولكن تعطل عليكم هذا الفيديو، راكم عرفتوا السبب علاش. بالنسبه لهاد لانش بوكس زوين، كيف ما لي لانش بوكس ديال ايكيا معروفين صراحه، لا الاولين اللي كنت خديتهم داك العام ولا هاد العام عمليين. انا جاوني هكا فيهم المعلقه ديالهم فورشيت ديالهم، وكاع الا ما توضروا لهم هاد المعلقات وفورشيطات يمكن لكم ديروا نتوما من عندكم معلقات، راكم كيلصقوا في هاد البلايصه، راني جربتها كيلصقوا في هاد البلايصه. نتمنى تلقاوهم حيت تعطلت عليكم كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو. صراحه كتصيفط لهم الفطير ديالهم، يعني كيكون سيباري على الغدا ديالهم، كل حاجه كتبقى منظمه في البلايصه ديالها. وعمليه حتى بالنسبه للوليدات يعني يعرفوا يحلوهم، دايرين لهم طريقه زوينه يهزوهم. وبالنسبه للصاك يعني هو يعني كيحافظ على السخونيه، هذا هو اللي عجبني فيه. هكا حتى بالنسبه للكبار هكا الخدمه ديالهم يمكن لهم يستافدوا من هاد لي صاك تبارك الله، راهم موجودين في ايكيا، راه مازال تلقاوهم. تالي لانش بوكس ما خليت تبارك الله كاينه كميه، نتمنى تكون باقه. شاركت معكم هذه غير بالصدفه ولكن خذوها الصراحه عمليه هذه ب5 دراهم. كديروا فيها هكا البانه لوليداتكم، ما كيتكرفش لكم هكا في الصاك ولا شي حاجه، راكم عارفين الوليدات ما كينغيلوه، لكن محسن بحال هذه ديروا ليهم فيها داكشي ما كتكرفش الدعوه، راكم عارفين الوليدات ما كينغي كرفص. وسيرتو من الحويجات اللي كيتكرفصوا هما هاد لي صاك هادو، يعني ملي كتاخديهم في شي لون فاتح. انا بعد هذيك الشيبيه راكم عارفينها تكرفصات ليهم كل سيمانه خاصها تصبن كل سيمانه. دابا الكحل شي شويه كيهز الدق شي شويه. خديت هاد المقوصه هادو دائما تناخذهم من ايكيا فيما كيديكراداو اللي عندي كناخذهم زوينين الصح والعمل. بالنسبه لهاد البانسو تا هو خديته من ايكيا، وهاد لي رونجمون هادو ترونسبارون شفافين زوينين، هادو هما اللي كندير فيهم انا هكا التقضيه ديالي. ما كلشي يبين لك، فهمتوا هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه كتفايت ليا شاركتهم معكم كلشي يبين لك، ما كترونش الدعوه. خديتهم ان شاء الله نتوما غتشوفوا غنديروهم في البيفي، بغيتهم لواحد الحويجات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. صافي هادو هما المشتريات اللي سمحوا لي تعطلوا عليكم، كنت باغا نشاركهم معكم قبل ولكن قدر الله وما شاء فعل. المهم نتمنى يا ربي تلقاوهم هادوك سيرتو لي لانش بوكس وهاد لي صاك، نتمنى تلقاوهم هكا لوليداتكم حيت صراحه الثمن ديالهم زوين وكيبانوا لي انا زعما عمليين حتى بالنسبه للكبار كيف ما قلت من قبل. يعني هكا الخدمه. وحاجه اخرى ثاني راك ما عرفتش واش قلتها ولا ما قلتهاش، انهم كيشدوا السخونيه. دابا غندوزو الحباب الطبخه ديالنا ديال اليوم اللي هي المندي. غنحتاجو فيها الحباب معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الكركم، غنحتاجو واحد 5 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، وغادي نحتاجو العطريه ديال المندي راه موجوده عند العطار، ومعلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال التحميره، مع نص كاس ديال العنبه ديال الزيت المائده اي الروميه. وغنحتاجو واحد الدجاجه من وزن ديال كيلو ونص حتى 2 كيلو، يعني كيلو ونص مزيان صراحه، وحتى 2 كيلو مزيان، ولكن انا كنشوف كيلو ونص كطيب بواحد الطريقه احسن. صافي وغادي ناخذ دوك التوابل كاملين غادي نخلطهم مع داك الزيت، وغادي ناخذ الدجاج ديالنا غادي نتشكوه بواحد السكين. ما نعاودش لكم هذا المندي كيفاش كيجي، انا رقدت هاد الدجاجه في هاد التوابل الليله قبل، راكم عارفين اني دائما عزيزه عليا الحاجه نرقدها قبل باش كتعطي واحد النسمه اكثر واكثر. كنتو مزروبين حتى هي كتجي بنينه. فلحت شويه الصدر كيف ما كتشوفوا، علاش نتوما غتشوفوا الغد شنو غادي ندير فيه باش يبقى لينا هشيش. صافي غادا ندوز هذيك التوابل كاملين، ديك الثوم والسكينجبير والتحميره والبزار والعطريه ديال المندي. غتقولوا لي واش ضروري العطريه ديال المندي؟ غنقول لكم هي في الدول العربيه يعني المندي معروف ديال الهند،
ولكن معروف حتى في السعوديه وهذا هما ضروري كيديروا هاد العطريه ديال المندي. انا حيت جربته بلا عطريه ديال المندي ما كانش عندي، درت غير القرنفل طحنته ودرت معلقه صغيره. يعني يمكن لكم تعوضوه بمعلقه صغيره ديال القرنفل، حتى هو كيعطي واحد النسمه جد رائعه. دابا غندوزو الحباب هذا الغد، غادي ناخذوا الروز ديال البسماتي، يعني ماشي الروز العادي، غنحتاجو 3 الكيسان ونص ديال العنبه من الروز البسماتي، وغادي ناخذوا 2 حبات ديال الهيل كما كتشوفوا معايا. ولا بد هاد التوابل ولا بد، يعني القرفه حتى هي، هاد القرفه ماشي القرفه ديالنا انما هاد القرفه. وغادي ناخذوا الليمون المجفف اولا الحامض المجفف، هذا معروف عند خوتنا العرب وتبارك الله راه موجود بكثره عندنا في المغرب. وغادي ناخذوا واحد 15 حبه من حبات ديال الهيل. يعني الهيل ما عندوش لاش يندمكم، بالعكس كيعطي واحد المذاق جد رائع، ما غاديش يندمكم. ديروا واحد الكميه 15 حبه اولا، انا ما كنديرش المقادير كندير عيني ميزاني. القرنفل حتى هو اولا ما يسمى بالمسمار في الدول العربيه، حتى هو غناخذ منه واحد 15 حبه بحال هكا، كيعطي واحد النسمه رائعه للروز. بالنسبه لهذا الشيء كامل راه متوفر عندنا عند العطاره، يعني هذا الليمون المجفف، هذا القرفه يعني بالضبط هذه ماشي ديالنا الحباب حيت ديالنا مجهده على هذه. غتلقاو كامل عند العطار، وسيرتو العطار اللي كنت شاركته معكم شحال من مره اللي هي خديجه، غتلقاو عندها هذا الشيء كامل. وغادي نحتاجوا واحد 3 الورقات ديال سيدنا موسى، اي ورق الغار، وغنحتاجوا القزبر يابس معلقه صغيره، يا اما بحال هكا حبوب اولا مطحون، يعني على حسب نتوما شنو اللي عندكم اولا اللي كتبغيوه ولا اللي كتفضلوه. غادي نحتاجوا الملح، يعني الملح حسب الذوق، يعني نتوما اللي غتملحوا على حسب الذوق ديالكم. وغادي ناخذ واحد 2 معالق كبار ديال الزبده مع نص كاس ديال الزيت المائده، يعني الزيت الروميه، حيت ولا بد كتبغي الزيت باش ما يتعجنش لينا هذاك الروز. وغادي ناخذوا واحد الشعيرات من زعفران شعره، صراحه كيعطي واحد المذاق زوين زعفران شعره في هذه الاكله هذه. لا هي لا الكبسه، يعني الكبسه والمندي معروفين بزعفران شعره، وهاد التوابل هادو اللي شاركتهم معكم كيعطيو واحد المذاق اكثر من رائع. كيف ما قلت لكم درنا 3 الكيسان ونص ديال الروز البسماتي، غادي نحتاجوا واحد 4 الكيسان ديال الماء يكون فاتر يعني سخون، ولا بد خاصكم ديروا الماء سخون. درتوا 4 الكيسان ديال هذا 4 الكيسان ديال الروز البسماتي، ديروا 5 الكيسان ديال الماء، يعني دائما كتزيدوا كاس باش ما يتعجنش لينا هذاك الروز. هذا هو اللي كاين. صافي غناخذوا الطنجره ديالنا من بعد ما ملأناها بالماء، غادي نديروا ليها البابي الومنيوم وغادي نثقبوا كيف ما معروف على المندي، يعني ما كيطيبش بهذه الطريقه هذه، وانما يعني ماشي كلشي عنده هذاك الفرن اللي كيف ما شاركته معكم في المطعم اللي كنت فيه في طنجه. كيكون واحد الفرن في الارض، يعني مصاوبينه في الارض، ما عندناش هذاك الفران، يعني كيديروا هذه الطريقه هذه اللي شفتها عند بزاف ديال هذا خوتنا العرب، وطبقت هاد الطريقه. اش غنقول لكم كتجي اكثر من رائعه، وتقريبا نفس المذاق ديال اللي على برا. على برا كيف ما قلت لكم يعني كيكون الفحم، وهذا كيعطي فيه داك المذاق ديال الفحم، اما في الدار حنا غنديروا ليه واحد الطريقه اللي غنحاولوا نقربوا من على برا حتى هو غيجي فيه المذاق ديال الفحم. وغادي ناخذوا الصدر ديال الدجاج كيف ما شفتوا معايا، يعني الليله قبل اللي كنت قديت فيها الدجاج، يعني درت ليه هذا لا ماريناد ديالو، فلحت الصدر ديال الدجاج. علاش؟ باش ندير فيه الزبده باش ما يجيش داك الصدر ديال الدجاج ناشف، كيف ما معروف على الصدر ملي كيطيب كينشف. صافي هنا غادي نغطي بنفس الطريقه ورق الزبده، وغادي ندير البابي الومنيوم صافي، وغادي نغطي كلشي وغادي ندخلو للفران في درجه حراره 180 مده ديال ساعه ونص، يعني ساعه ونص غادي تحلوا عليه. الا كنتو دايرينه باللحم كيف ما هو معروف على المندي، يا اما كيدار باللحم اولا كيدار بالدجاج، درتوه باللحم غتخليه ساعتين هو كيطيب في درجه حراره 180، وغادي تقلبي وتشوفي اللحم واش طاب ولا لا. اما بالنسبه للدجاج راكم عارفينه دغيا كيطيب، وسيرتو الوزن ديال الدجاجه يعني كيلو ونص دغيا يعني ساعه ونص كافياها. صافي كطيبي الروز في نفس الوقت والدجاج، وغادي تجبديه كلشي في دقه. ما نعاودش لكم الريحه كيفاش كتكون في الدار ملي كيبدا يطيب هذا المندي، هذا خطير جدا، لا علاقه مع الكبسه، هو مذاقه غير الكبسه. الكبسه راه كنت شاركتها معكم في رمضان ونالت الاستحسان ديال بزاف الحباب اللي صوبوها وعجباتهم. وبالنسبه لدابا باش كندهن، يعني درت شويه ديال الزبده مع شويه ديال الفلفل الاحمر اولا التحميره باش نعطيو هذاك اللون، يعني ما يمكنش نديرو الهريسه تماما بحال اللي كنديروا حنايا ملي كيكون الدجاج محمر، كنديروا شويه ديال لا موطارد مع الهريسه. في المنديل لا، كتاخذوا الفلفل الاحمر مع شويه ديال الزبده اولا الزيت وكتدهنوا به. هنا باش نعطيو داك المذاق ديال الفاخر اولا ديال الفحم، غادي ناخذوا واحد الفاخره غنشعلوها مزيان وغادي نصبوا عليها الزيت ديال المائده كيف ما معروف، وغادي نغطيو على داك الطبق ديالنا باش يعطي
هذاك المذاق ديال الفحم حتى هو كيجي بجد رائع، ولكن غنعاود نقولها راه ماشي بحال ملي كتكون الحاجه طيبه على الفحم. المهم حنا كنحاولوا غير نقربوا من المذاق حتى هو كيجي جد رائع. صافي غادي نغطي عليه على ما طفى هذيك الجمره صافي، وغادي نقدموا بالصحه والعافيه. كنتمنى تجربوا هذا المندي، هذا راه كيجي اكثر من رائع، وانا متاكده غادي يعجبكم. بالنسبه نحاولوا ثاني نبدلوا مره هكا نذوقوا ثاني اكلات وحده اخرى من خوتنا العرب تبارك الله، تا هما عندهم ما يتقال في الطبخ ديالهم. نجربوا. انا تبعت غير الطريقه، ما تنعرفش لهذا الشيء، يعني تفرجت في ناس يعني اللي زعما كيكونوا تبارك الله عليهم يعني متمكنين من الطبخ ديالهم، كيف ما حنا متمكنين من الطبخ ديالنا المغربي. يعني كيديروا وصفات اللي كيكونوا بمقادير مضبوطه، يعني ما عندكش فين ديري، يعني اي حاجه تجربيها تصدق لك. وحتى انتم كما كتشوفوا يعني الروز خديت العبار المضبوط هو اللي طبقته معاكم، ما تعجنش تماما يعني، ولا بد ديروا المقادير اللي قلت لكم. يعني الروز درتي 3 كيسان ونص ديال الروز، ديري واحد 4 كيسان ديال الماء. درتي 4 ديال الكيسان ديال الروز، ديري واحد 5 الكيسان ديال الماء. دائما كتزيدي داك الكاس. جربوا كبيدات هذا المندي وما غاديش تندموا، وسيرتو هو كيبغي يعني الجو يكون بارد، حيت الصراحه طبق رائع جدا جدا. كنقدموا بهذه الطريقه. كنتمنى هذا الفيديو يعني بصفه عامه يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي مازال ما اشتركش شاركوا بالزيد عائلتنا تكبر وتكبر مع فيديو جديد. الحباب مع السلامه وكنموت عليكم.